السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وأحسن حال. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في فيديو جديد. دايما يا جماعة بنيجي نتكلم عن الفن المغربي فاحنا هنا بنتكلم عن فن متعدد الطبوع. بمعنى يا جماعة ممكن كده في الفن المغربي فن صحراوي، فن أندلسي، فن شعبي. عشان كده يا جماعة بنشوف كده اللي جميع الوطن العربي دايما بيتكلم عن ثقافة الشعب المغربي، سواء في الرياضة أو في الشعر أو في الأدب أو في البلاغة. دايما يا جماعه بشوف لهم المواهب، يعني اي اغنيه بتطلع ترند تصير تماما اللي هي اصلا من المغرب. عشان كده يا جماعه ده بقول اللي هم دايما محط انظار العالم. هنشوف مع بعض الفيديو وباذن الله هنرجع مع بعض في نهايه الفيديو. يلا بينا. هي واحدة من أشهر أيقونات الموسيقى الشعبية المغربية، بدأت رحلتها بالغوص في غمار موسيقى الراي حتى لقبت بشابة زينة، قبل أن تطارد الشغف الحقيقي بفن العيطة أي الموسيقى الشعبية، وتدخل بعد ذلك السوق العربي بأغنية باللهجة العراقية وأخرى بالمصرية بالتعاون مع الفنان عصام كاريكا. رحبوا معنا مشاهدينا بنجمة الأغنية الشعبية المغربية الفنانة زينة الداودية. أهلا بك زينة. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. هند حنوني اسمك أصلا صح؟ بقيتي زينة الداودية. هذا اسمي الشخصي وهذا اسمي الفني. يعني ده مجرد اسم فني مش طبعا ملوش أي علاقة بأي حاجة. لا. اها. انت طبعا احنا قايلين ان انت باديه مشوارك الفني من التاسعة، وكنت بتحبي الغناء منذ زمن، وشفت لك تصريح كان غريب الصراحه، ان انت بتقولي ان انت بتعتبري انه الغناء يعني او الفن ابتلاء، ان انت ابتليتي بالفن، وربما بتفكري ان انت تاخدي منحى اخر. انت ليه شايفه ان الفن كده؟ لا، ماشي شايفه الفن هكا. انا اللي شايفاه هو انه حتى الكره، حتى كره القدم ابتلاء. بمعنى اي هوايه يعني اذا احبكم الله ابتلاكم، يعني كل واحد فينا كيبتليه الله بشيء. انت مثلا كمذيعه ابتلاك الله بالاذاعه، ابتلاك الله بالاضواء، كل واحد يعني طريق ديالو يعني بالمكتوب والمصير. كل واحد كده يعني. هذا اللي هو قصدي صح. طيب زينة، يعني قبل ما نكفي حديثنا خلينا نسمع هيك شيء حلو عند الصبح. نسمع حاجة مغربية كده. اوكي. انا غنغني دندنه للفنانه الكبيره الرائعه نائمه سميح. اوكي. كتعجبني اغنيتها وبغيتكم تسمعوها ان شاء الله. إن شاء الله تعجبكم يا ربي. أكيد. ايوه الله. جرحي جريت وجريت حتى الشمال عزيت فيك ووسيت وعالجت وسيت وعالجت ودويت ترجيت الله يشافيك. صوت رائع يعني بجد. مثل كأنه آلة موسيقية عم تعزف عليها. الله يطول يا عمرك. حلو كثير. زينة، خبرينا شوي. يعني حضرتك اكيد هلا سمعتينا حاجه مغربيه، وبنفس الوقت كمان مثل ما قلنا انه تعاونتي مع الفنان المصري عصام كاريكا باغاني اكيد مصريه حلوه. خبرينا كيف تم التعاون مع عصام؟ اول حاجه انا كانت التحيه للفنان والملحن الراقي عصام كاريكا، اللي بصراحه احنا كان في المغرب كنحسوه واحد من المغرب، يعني ما كنحسوهش مصري نهائيا، لان حتى الشده اللي كيدير يعني احنا هذيك الشده عندنا احنا صحراويه، يعني كنعتبروها زي ديالنا كيخص المغاربه. وعصام يعني دائما على طول عندنا في المغرب، والطريقه كيفاش والعلاقه كيفاش بدات بيني وبينه. انا كنت شغاله في واحد الحفل، سهره كبيره، وهو كان جا مع بعض الفنانين، واول مره كيشوفني كنعزف الكمانجه وكنغني. جاتو بيزار، يعني جاتو كيفاش بنت وسط الرجال، لان العادي هو انه كتكون فرقه يا نسويه
يا رجاليه. يعني احنا في العرب قليل مراه تعزف وراها كل شيء رجال وهي بس الفرد في العرب يعني في المغرب صحيح. قصدي؟ في المغرب. في المغرب. في المغرب. انتوا عندكم هنا في مصر عادي؟ لا يعني في العرب، يعني عند العرب كل شيء تقريبا مازال ما كايناش هذه القضيه. انا خالفت الحمد لله باش نزيد نتعرف عند الجمهور ديالي بواحد اللون، وهذا هو اللون اللي كان ديالي اساسي، وهو اللي عجب الفنان عصام كريكه. وقال لي من بعد الحفل واو، قال لي عجبتيني. قلت لي كيفاش؟ قال لي اول مره كنشوف بنت كتعزف، لان احنا كنحطوا الكمانجه على الركبه، يعني ما كنعزفوش على الكتف، احنا الشعبي كنعزفوه غير. قال لي كيفاش وكيفاش؟ قلت له هذه راه يعني العزف المغربي وهكا هكا هكا. تما فين تعارفنا. وقال لي الا جيتي لمصر اجي مرحبا بك. قلت انا غادي نجي سياحه. جيت سياحه في 2011 وجيت في 2013 تلاقيته. لا لا انت منمره بقى. ايه حافظه لا يعني 2011 و لان 3 مرات فقط مرتبطين معنا باحداث معينه، فانت منمره على السرير. انا مصر عزيزه عليا بزاف، وجيت لها السياحه مرتين وهذه المره الثالثه، ونتمنى ما تكونش اخر مره ان شاء الله. ان شاء الله. أكيد. بعد تلاقيت انا والفنان عصام وسمعني بزاف الاغاني، ونزلت للمغرب. بعث لي يمكن 3 أغاني أو 4. مشيت لألمانيا، بقات لي واحد الأغنية ركزت لي في مخي، يعني قعدت في راسي. كلمته قلت لي شوف أغنية فوق السطوح هذه خلاص ديالي بتاعتي. قال لي خلاص اوكي ما فيش مشكله. ونزل عندي المغرب، استضفته في المغرب وخديت الاغنيه وخديت على اساس. خلينا نسمع شيء منها بما عم نتكلم عنها، حمستينا يعني. يعني الفيديو كليب عندي طلع البارح ديال الاغنيه. ممكن تشوفوا انت والجمهور على القناه ديالكم ان شاء الله. هي اسمها انا لو. ولا مقطع صغير لا نسمع طبعاً. منك هلا؟ حلفي يعني لي صوت مغربي حلو مثل صوتك مع الفنان عصام كريكه، اكيد رح يعمل عمل رائع. شويه انا الاغاني المصريه او الشرقي والطرب بصفه عامه عمري ما غنيته يعني. يلا بديت غادي ان شاء الله نحفظ ونحاول يعني على قدر المستطاع نقدر نغني شرقي. تفضلي. اوكي. انا لو بربي حمام فوق السطوح كان حس بيا وطيب للجروح. انا لو بربي حمام فوق السطوح كان حس بيا ودوا للجروح. خليت حياتي مرة من قلبي اطلع برا. خليت حياتي مرة من حياتي اطلع برا وبالسلامة روح يا روح. حلو كثير. لا وانت عارفه تتقني على فكره اللهجه المصريه يعني حد قال لك كده ولا لا 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 بالعكس انا لقيت صعوبه في الاكسنت لقيت صعوبه. لا بس دلوقتي انت متقناها. بس خليني اسالك انت صوتك قوي جدا وجميل. ليه فن العيطه او الفن الشعبي تحديدا وانت ممكن صوتك اعتقد يطلع منه حاجات تانية كتير يعني؟ انا اول حاجه ما بديتش بالشعبي، بديت بالراي. انا كنت مولوعه بالمرحوم حسني الجزائري الله يرحمه. كنت كنغني الراي يعني. انا تعرفت وبرز الاسم ديالي بشابه زينه. الحمد لله حققت ذاتي في الراي. من بعد عزفت الكمانجه وخديت الطريق ديال الشعبي يعني. هي الصدفه فقط ماشي. والشعبي يعني الشعبي ماشي سهل يعني. الناس كتشوفه سهل، لا بالعكس الشعبي صعب صحيح. وخصوصا فن العيطه. فن العيطه عندنا احنا تراث يعني، راه ماشي شي حاجه سهله. اذا بغيتي تغني الشعبي لازم تفوتي على العيطه. كانك لا بغيتي تغني الشرقي لازم تفوت على الكبار. اذا ما غنيتيش للموسيقار محمد عبده، الكوكب الشرق ام كلثوم، الفنانه ورده، يعني كنت تحسب المغني عادي. تمام. بس اذا بغى يعطيك العرب وبغى يعطيك الصوت ديالو والحقيقه ديالو غادي يغني لك اغاني تقولي لي غني لي السيده ام كلثوم، غني لي كذا. اذا غنى لك تقولي اوكي هذا فنان ما شاء الله عليه. احنا في المغرب كذلك، اذا كنتي فنانه شعبيه او فنان شعبي كيقول لك حافظ العيطه، اذا ما حافظش العيطه كانك ما دخلتيش من باب، كانك مار مرور الكرام. شو بدك تسمعينا من فن العيطه هلا؟ حاجه كده كمان عايزة صغيره. الصراحه اتفقوا طب خلص مثل ما بدها. العيطه الشعبي احنا سمعنا حته الشعبي، عايزين نسمع رايك. لا اللي سمعتيها ماشي شعبي، مغربيه. الشعبي غير اللي هي بتاعت المصريه قصدي. لا يا كجرحي مغربيه للفنانه الكبيره نعيمه سميح.
انا قصدي اللي انت سمعتيها لي من شويه اللي هي بتاعت عصام، اللي هي بتاعت الحمام، مش دي تعتبر شعبي؟ شرقيه، لا شرقيه، بس مش شرقية يعني مش رومانسيه، عايطة. هي دراما مش صحيح. شعبيه. طب خلص، لكن شعبية عزوك هو انت اللي- زينب، هو اللي كتغنيوا فيه ايه ومش عارفه ايه. شو رايك نتفق على ام كلثوم مثلا؟ لا ايه ده، انت السيدة في سكة العظيمة. تانية. لا انا احترم كل لا الفنانين خلينا الكبار. نسمع منك هلا حاجه كده منها. انا لا مستحيل. مش رح تسمعينا؟ انا مستحيل اغني حاجه نتعدى عليها ولا نتعدى حدود الاغنيه او قانون. كقانون انا كفنانه لما نحفظ ونكون جاهزه عاد نقدر نغني هيدا للسيدة. يعني أوكي. احترام منك اكيد. لا طبعا يمكن طبعا، وكل فنان فنانة. خاصه يحترم هذا القدر يعني. اختاري انت بقى. طيب خلاص. اوكي، شنو بغيتوا ده؟ لا قولي. راي يلا يلا راي. اوكي يلا. اوكي اوكي. قاعدني نصبر وعلى حبي انا ما يصبر شي هاديل. وها روحوا قولوا له باللي قلبي يبغيك يا مصر ونموت يعني كذا. يا دلالي يا دلالي يا ابني عني. وانا وصلت القاهرة يا وبانت لي العين الزينة. سولتها منين انت يا قالت لي انا يا اختي مصراوية. حلو كثير حلو. نفسك تعملي، لا اتفضل، لا اتفضلي. لا نفسك تعملي ايه بالقريب تعملي العاجل؟ دويتو مع حد في ايه اللي انت بتعمليه مشاريع الفتره الجاية؟ ديت؟ ايوه، ولو نفسك تعملي دويتو مع احد الشاب خالد، شاب فضل. فاضل يعني انا بصراحه يعني شاب خالد كان معايا في لجنه التحكيم، كان يدير لي تحيه. حضر معنا في الفاينل في لجنه التحكيم، انا كنت فيها في لاجوري في الجوري في الجزائر. بصراحه يعني ديو انا ما كنختاروش، دائما كنخلي يعني الصدف. انا غنيت مع شحال من فنان في الجزائر، غنيت مع فنانه في المغرب يعني الجينيراسيون تعملي تاعي. ايه دلوقتي؟ مشاريعك في حاجه؟ المشاريع قادمة. الجايه ان شاء الله عندي، ان شاء الله كنفكر في مشروع لبناني، اغنيه غنغازل بها الجمهور اللبناني كيف ما غازلت الجمهور المصري شكراً. والجمهور العراقي. يلا إيه؟ انا لبناني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اكيد يعني صوتك رح يكون اضافه كمان للاغاني اللبنانيه زينه. نحن بدنا نشكرك، يعني استمتعنا اكيد بهالصوت يخليك، الحلو عند الله يخليك، الصبح، الله يطول وبتمنى لك كل التوفيق يعني ان كان هلا شكراً. بمصر او الاعمال القادمه. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكراً جزيلاً لكم. لك. شكرا زينب لكم، داودي. شكرا بزاف بزاف. اول حاجه ما انا عايزه اتكلم عليها اللي هنا اللي هي صوتها جميل جدا وصوتها رائع من غير اي موسيقى. يعني هي اول ما غنت للمغربي، وتاني حاجه غنت بالمصري. طبعا يا جماعه الفن المغربي هنا متعدد الثقافات طبعا يا جماعه، ويقدر يتكلم بكذا لغه. ممكن يتكلم بالمصري، يتكلم بالعراقي، يغني بالجزائري، يغني بالمصري، يغني بالعراقي، يغني بجميع اللهجات، حتى كمان اللهجه اللي هي الاوروبيه ممكن برضو اللي هو ايه يغني بيه. تاني حاجه عايزه اتكلم فيها ان الشعب المغربي يا جماعه يعني شعب عنده عشره، فاهمني؟ يعني حتى بتقول لما انا اصلا عرفت الفنان المصري عصام كاريكا، تحس كده اللي هو حتى عندنا في المغرب بيقولوا هو ده اصلا مش مصري، ده مغربي. ده يا جماعه بيدل ان الشعب المغربي شعب مثقف وشعب عنده عشره. حتى كمان يا جماعه دايما بقولها في كل فيديو عندي ليا هنا، ان طبعا جيراننا هنا من المغرب دايما كده بيسالوا عليك، سواء بقى انت مثلا بيسالوا عليك، سواء مثلا انت عندك ظروفك ايه في الافراح وفي الاحزان، دايما كده مشاركينك فيها. هم اصلا يا جماعه شعب كده بالعشره، شعب كده انتوا صافيه، دايما بيحب لك الخير ودايما كده بيرشدك على الصح. لا ما تعملش كده، اعمل كده. في يا جماعه لما الواحد لما يكون كده يعني ما تكون دول عربيه كده يعني ايديها في ايدين بعض وبنفصل على بعضها، دي احسن حاجه. والاحسن يا جماعه اللي احنا كده بنغني بثقافات بعضنا البعض. يعني مثلا احنا مثلا عندنا في مصر ممكن برضو في معظم عندنا الفنانين بيغنوا باللهجات المغربيه، والعكس كمان صحيح يا جماعه. في مغاربه كتير بتغني برضو باللهجات المصريه. يعني يا جماعه فعلا تعدد الثقافات ده شيء جميل جدا. لما انت تغني البلد بثقافتي وانا اغني البلد بثقافتك انت، في يا جماعه دي اسمها تعدد الثقافات. واحسن حاجه كمان تعجبني انا كمان لما اجي اسمع الفن المغربي، بيبقى فن هادف، فن محترم، فن انت اصلا تحب تسمعه. ودايما يا جماعه كده بيطلع عندهم الترند دايما في كل حاجه، في الفن، سواء مثلا في اللباس التقليدي، سواء مثلا في كرة القدم، سواء مثلا في القرآن الكريم، الإنشاد الديني، المدح، في كل حاجة. ما
فعلا هنا الشعب المغربي شعب متعدد الثقافات، وكل حاجه جماعه بنسمعها عن الشعب المغربي بكل سيره طيبه، ودايما نقول ان هو دايما محط انظار العالم، الناس كلها بتطلع تتكلم عن ثقافه الشعب المغربي. متشكره جدا، اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه حضرتك.